جون كان واقف على الطريق، ولما الملل سيطر عليه قرر يجرب إعداد السرعة على السلحفاة، واللي كانت أبطأ حاجة ممكن تتخيلها على كوكب الأرض. وفجأة سونيك عدى من قدامه بسرعة رهيبة، وجون اتصدم لما شاف إعداد السرعة يتحرك، خصوصاً لأن مفيش ولا عربية عدت من الصبح، وكان فاكر الإعداد بايظ. بس بعدها سونيك رجع عدى تاني والسرعة كانت أعلى، وساعتها جون بدأ يحس إن في حاجة غلط. نزل من عربيته علشان يشوف إيه اللي بيحصل، ولقى ريشة زرقاء على الأرض. قرر يمشي ورا الاتجاه اللي سونيك راح فيه. سونيك ظهر تاني وأنقذ ولد السلحفاة من قدام العربية قبل ما تتخبطه، وخده بعيد عن الزحمة والطرق علشان يحطها في أمان في الغابة. جون فضل يدور طول اليوم على الحاجة اللي عدت قدامه اللي هو سونيك، بس ما وصلش الحاجة ورجع البيت، وسونيك رجع وراه. فجأة جون سمع خطوات واستغرب جدا لأنه أول مرة يشوف سونيك قدامه. سونيك طلع خاتم ذهبي علشان يمشي من خلاله، بس جون خضر سونيك ووقع على الأرض. بعدها حبسه في قفص، وأخيرا فهم إن الريشة اللي لقاها على الطريق كانت بتاعت سونيك. بس سونيك خرج من القفص بسهولة جدا. في نفس الوقت كان في دكتور اسمه إيفل كاري، عبقري في التكنولوجيا، وكان هو كمان بيدور على سونيك، ولما شافه استغرب هو كمان. جون اللي كان ضابط شرطة قرر يحتفظ بسونيك ويحميه من الدكتور إيفل.